العبد عن الله سبحانه وتعالى؟ أن أرضى بما قسم رب العباد لي، لعلمي أن الذي يعرفني ويعرف مصلحتي ويعرف مستقبلي ويعرف ما يصلحني وما يفسدني إنما هو الذي خلقني، فأرضى بما خلق. ذلك قالوا إن أجمل شيء وأعلى درجات اليقين الرضا بمواضع القدر. أن ترضى إذا أوقفك فالوقوف خير، إن أمرضك ففي المرض خير، إن شفاك ففي الشفاء خير، إن أفقرك ففي الفقر خير، إن هزمك إن هزمت ففي الهزيمة خير، وهكذا وهكذا. هل الشخص يرضى من تلقاء نفسه أم يدعو الله أن يرضيه بما رضي له الله؟ اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، كما كان يقول بالله. يعني دائما الإنسان يدعو رب العباد بأن يكون راضيا. وذلك قال سيدنا زكريا واجعله ربي راضيا. يعني دعا بخصيصة معينة. صحيح. الرضا والرضا هو يعني الرضا يوصلك إلى التفويض، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والتفويض يوصلك إلى التسليم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فإن سلمت سلمت فغنمت. هذا المراد. ولكن ألا يعني الآن ربما يفسر الرضا بأنه ضعف وتكاسل وتواكل على الله سبحانه وتعالى. أولا هو توكل على الله، لأن الرضا عندما أعلم أن مقاليد حياتي بيد الله، أولا يكون عندي عزة نفس، ده أول شيء. صحيح. لأن ليس أمري بيد إنسان. تمام. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا أمر. الأمر الثاني لما أرضى ينزل الرضا بردا وسلاما على قلبي، فأستشعر رحمة الله عليه، هذا أمر. لما تنزل بالعبد المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله أسلم عبدي واستسلم، خلاص عرف أنه هو لله وهو إليه راجع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التسليم التام. قالوا يا ابن الخطاب أتفر من قدر الله في طاعون عمواس، كيف تخرج؟ وبعدين عبد الله بن عمر جاء حديث إن كان الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، وإن كان في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فقالوا يا أمير أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو الرضا، هذا هو التفويض. ما دام انت فوضت امرك الى الله، بالله عليك ماذا تظن؟ لما قال مؤمن آل فرعون وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اذا لما فوض انتهى الامر. سبحان الله. ولذلك لما اول ما نزل سيدنا يونس خلاص قال في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. هو سبحان الله. لذلك العبد لما يكون في ورطه يعني الحمد لله لنا رب رحمن رحيم، فإن رضينا بما قسم لنا فقد رضينا وقد رضي عنا. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة ولم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. فلنكسب. وذلك قالوا لا تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبة المصيبة ومصيبة الجزع عليها، فاغتنم منها الرضا. يعني يبقى عندك مصيبة وعندك كمان الجزع عليها. حتى قالوا للحسن البصري، هذا رجل عجيب دراسته عجيبة حياته. نعم. قالوا له ادعو على من ظلمك. الرجل هذا ظلم ادعو عليه. قال اما في قلبك من رحمة اتريد ان تجمع عليه ظلمه ودعائي عليه؟ يا اخي خلي في قلبك رحمة شوية، كفاية ظلمه. يكفيه ظلمه. صحيح. ظلم ودعاء. شوف الرقة في قلب هذا، شوف الرقة في قلب هذا الإنسان العظيم. سبحان الله. فالرضا هو أعلى درجات التسليم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا تبخر الرضا؟ لأن شجرة اليقين قد اهتزت. سلم يا رب. لو تشبث الإنسان أو ثبت الإنسان شجرة اليقين داخل قلبه وأفاض عليها من برد التوكل على رب العباد عز وجل، يعني كان صدره سبحان الله يسع العالم كله. صحيح. نعم. بارك الله.